هناك دولة مجاورة لنا تضع يكون رئيسها في خانة الأعداء. أتمنى ألا تكون الرسالة اللي هقراها صحيحة، وإذا كانت صحيحة سيكون من قال الكلمات اللي هقراها لحضراتكم في خانة الأعداء. أقصد البشير رئيس السودان الشمالي، لأن السودان اتقسمت دولتين في عهد البشير وما عملش حاجة وما حافظش على دولته ولا على أرضه ولا على شعبه. ده البشير، وهتتقسم، هتبقى 3 دول، هتبقى فيه كمان دولة ثالثة. فبعد شوية هيبقى رئيس الخرطوم، بعد شوية هيبقى رئيس الخرطوم. بيقول ايه بقى؟ بعت رسالة لمحمد مرسي، بيقول له: أخي الدكتور محمد مرسي، ده منشور على بوابة أخبار اليوم. السلام عليكم ورحمة الله. لقد تابعت بيان عزلك الذي ألقاه الخائن الكافر المتمرد عبد الفتاح السيسي بحزن شديد وشعور الهزيمة المرة. لقد ارتكب هذا الخائن المتمرد انقلابا عسكريا ضد شرعيتك التي منحها إليك الله قبل الشعب، وطعن الإسلام بخنجر مسموم من الخلف، ومكن العلمانيين الكافرين أعداء الدين والأمة في السلطة تحت غطاء شرعية ثورية زائفة. تابع البشير: اصبر على ما أصابك من غدر الكفار. نحن كحركة إسلامية سودانية منبثقة من تنظيم جماعة الإخوان العالمية نرفض هذا الإجراء الغاشم الذي قام به أعداء الله ضدك، ونعتبره انقلابا ضد الدين وضد إعلاء كلمة الله في الأرض، وبالتالي هذه ردة عن الدين، ووجب جهادهم لإعلاء كلمة الله. يا راجل، جهاد إيه يا عم؟ تتكلم على جهاد إيه أنت كمان؟ ونصرة الإسلام. واستطرد حديثه قائلا: عندما نزل علينا هذا البلاء من شياطين الإنس في الأرض عقدنا اجتماعا طارئا بهيئة شورى الجماعة بالخرطوم في نفس تاريخ إلقاء بيان العزل، وقررنا الآتي. اقروا بقى اللي جاي، قصدي اسمعوا اللي جاي، لأن أنا بحاول أستوعب إنه في رئيس لدولة شمال السودان يتكلم عن مصر وشعب مصر العظيم والقائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بهذه الطريقة. قالوا إيه بقى الأخ البشير والناس اللي معاه؟ دعم الجماعة في مصر بكل أدوات الجهاد الذي كتب الله لنا. وبقى قابلني معنوي سياسي مادي إعلامي حتى يعود للدين مجده في مصر. إقحام التعامل مع هؤلاء العلمانيين أعداء الإسلام بسياسة فرق تسد، عشان تعرفوا بس، وذلك بإحداث فتنة طائفية دينية في مصر. ركزوا يا جماعة، ركزوا يا جماعة. ده رئيس الشمال السوداني اللي بيتكلم، رئيس البشير اللي بيتكلم، ده عضو جماعة الإخوان اللي بيتكلم، ده عضو، هو بيقول على نفسه دلوقتي عضو مجلس شورى جماعة. قال لك عقدنا اجتماع لمجلس شورى تنظيم الدولي وخدوا قرارات، بيتكلم على احداث فتنه في مصر، وقد شرعنا في ذلك بالفعل. اقحام الحكومه الجديده في مشاكل خارجيه لاضعافها داخليا، وهذا سوف يحدث باثاره قضيه حلب وشلاتين. وبقى قرب بقى الحلب وشلاتين، وبقى قرب. ومياه النيل سد النهضه. تسليح الجماعه في اماره فلسطين اللي هو غزه، يعني تسليحهم لإحداث تخريب وترويع أمني للمواطنين في سيناء حتى يشعروا أن هذه الحكومة فاشلة. إظهار وإبداء حسن النية لهؤلاء الكفرة أشقاء اليهود والصليبيين حتى لا يشكوا في مخططاتنا. وبيطلب من مرسي، بيطلب منه أن تعزل الجهاديين من أعضاء الجماعة في الهجرة إلى إمارة السودان خوفا على حياتهم من بطش الكفار في مصر. خلاص احنا دلوقتي بقينا دولة الكفار، وقد قمنا بالترتيبات اللازمة في هذا الشأن، حيث قمنا بتجهيز مساكن لهم معسكرات للتدريب الجهادي على أعلى مستوى، زي ما كنتوا بتعملوا قبل كده، زي ما كنتوا بتعملوا في التسعينات 94 و95 معسكرات موجودة عندكم.